أهلا بكم في قناة نجوم الشاشة. حلقتنا النهاردة عن فنان قدر بصوته وأعماله يتجاوز حدود بلده ويبقى واحد من أهم وأنجح نجوم الغناء في العالم العربي كله. هنتكلم عن الجبل، الفنان الإماراتي حسين الجسمي. رحلته الفنية مليانة محطات مهمة وتفاصيل تستحق التحليل، من بداياته المتواضعة لحد ما وصل للنجومية الواسعة اللي هو فيها دلوقتي. لكن السؤال الأهم اللي هنحاول نجاوبه النهاردة هو إزاي فنان إماراتي بدأ من مدينة صغيرة قدر يتحول للظاهرة دي؟ إزاي بقى هو القاسم المشترك اللي بيجمع جماهير مختلفة في كل الدول العربية؟ ده فعلا هو جوهر الموضوع، لأننا لو بصينا على السطح هنشوف قصة نجاح فنان موهوب، لكن لو تعمقنا أكتر هنكتشف قصة ذكاء استراتيجي وقدرة مدهشة على فهم السوق وقراءة الجمهور. مهمتنا النهاردة مش مجرد سرد للأحداث، لا طبعاً، إحنا هنحلل العوامل اللي شكلت مسيرته من أول موهبته الخام لغاية قدرته على مخاطبة كل ثقافة عربية بلغتها الموسيقية الخاصة بيها. رحلة الجسم دي نموذج لدراسة صناعة النجم في العصر الحديث. عظيم. وعشان نفهم النموذج ده صح لازم نرجع لنقطة البداية خالص. حسين جمعة الجسيمي اتولد في 25 أغسطس 1979 في خرفاكة بالإمارات. المعلومة اللي كتير ممكن يعرفوها إنه بدأ في فرقة مع إخواته اسمها فرقة الخليج. كتير فنانين بيبدأوا في فرقة محلية بس معظمهم مش بيكمل. إيه اللي كان مختلف في تجربته دي؟ هل كانت مجرد بيئة داعمة ولا التدريب المبكر ده في الأفراح والمناسبات المحلية اداله حاجة ما كانش ممكن يتعلمها في أي معهد موسيقي؟ سؤال مهم جدا. أنا بشوف إن المرحلة دي ما كانتش مجرد بداية، دي كانت أهم مرحلة تكوين في شخصيته الفنية. تكوين إزاي؟ بصي، تخيلي إنك بتغني كل أسبوع قدام أكتر جمهور ممكن يكون صعب، جمهور فرح. الجمهور ده مش جاي يسمعك انتي، هو جاي عشان ينبسط ويفرح. لو معرفتش تخليه يرقص ويتفاعل معاكي تبقى فشلت. ده حقيقي. التدريب ده علمه عملياً إزاي يقرأ لغة جسد الجمهور، إزاي يختار الأغنية الصح في الوقت الصح، وإزاي يبني طاقة الحفلة تدريجياً. دي خبرة ميدانية لا تقدر بثمن. هو اتعلم أصول المهنة من خلال الاحتكاك المباشر بالناس، مش في استوديو مقفول. ده اللي بنى عنده أساس صلب جداً. نقدر نقول إن دي كانت فترة بحث وتطوير شخصية قبل ما يدخل السوق بشكل رسمي. بالظبط كده. وده اللي بيوصلنا للمحطة اللي بعد كده اللي تعتبر الانطلاقة الحقيقية. وهو عنده 17 سنة بس شارك في برنامج مواهب في مهرجان دبي للتسوق وفاز بالمركز الأول. فوز زي ده في السن ده، إيه تأثيره الحقيقي؟ هل هو مجرد شهادة موهبة ولا كان بيمثل حاجة أعمق؟ أنا بشوفه بشكل مختلف شوية. الفوز ده ما كانش شهادة ميلاد لموهبته، لا، موهبته كانت موجودة ومتصقلة بالفعل من خبرة الأفراح اللي حكينا عنها. أمال كان إيه؟ الفوز ده كان بمثابة جواز السفر اللي هيسمح للموهبة دي إنها تعبر الحدود. في عالم صناعة الموسيقى الموهبة لوحدها مش كفاية، لازم اعتراف أو ختم جودة من جهة ليها وزنها. منطقي. الفوز في مسابقة جماهيرية كبيرة زي دي، هو الختم ده هو اللي خلى شركات الإنتاج الكبيرة زي روتانا تبصله وتقول الشاب ده مش بس موهوب، ده كمان عنده قبول جماهيري متجرب ومثبت. الخطوة دي اختصرت عليه سنين من الطرق على الأبواب. وبالفعل جواز السفر ده استخدمه فوراً. سنة 2002 نزل أول ألبوم رسمي ليه واللي نجح نجاح كاسح بأغاني زي بودعك وسافر. أغاني أيقونية، أغاني لسه عايشة معانا لحد النهاردة.
لكن كتير فنانين بيعملوا ألبوم أول ناجح وبعدين بيختفوا. إيه اللي عمله الجسمي وروتانا صح في الخطوة دي عشان يضمنوا إن النجاح ده مش مجرد صدفة؟ الاستراتيجية هنا كانت كلاسيكية لكن اتنفذت ببراعة. المعادلة كانت واضحة. أولاً ألبوم قوي بيقدمه للجمهور كفنان محترف. ثانياً وده الأهم، تحويل نجاح الألبوم ده لنجاح حي على المسرح فوراً. بالمشاركة في المهرجانات. بالظبط، مشاركته في مهرجانات ضخمة زي هلا فبراير في الكويت ومهرجان صلالة في عمان بعد الألبوم الأول مباشرة كانت خطوة عبقرية. ده قال للجمهور وللصناعة أنا مش مجرد صوت حلو في الاستوديو، أنا فنان بيرفورمر أقدر أقف على أكبر المسارح العربية. هو كرر نفس المعادلة دي مع ألبوماته اللي بعد كده، فكان بيبني مسيرته بشكل منهجي، كل خطوة بتسلم للي بعدها. ومع البناء المنهجي ده جت لحظة معينة حسيت فيها إنه كسر كل القواعد. أغنية واحدة نقلته من كونه نجم خليجي محبوب في مصر لكونه نجم مصري في نظر المصريين. طبعاً بتكلم عن بشرة خير سنة 2014. الأغنية دي تتدرس. إزاي أغنية سياسية في هدفها اتحولت لأيقونة فرح شعبي بالشكل ده؟ بشرة خير دي حالة فريدة بتوضح قوة الموسيقى في تشكيل الوجدان العام. نجاحها ما كانش بس بسبب كلماتها اللي بتخاطب كل محافظات مصر أو لحنها المبهج، لا، عبقريتها كانت في وظيفتها الاجتماعية. في وقت كان فيه استقطاب سياسي كبير، الناس كانت محتاجة مساحة مشتركة للفرح، مساحة مش سياسية يقدروا يتجمعوا فيها. مساحة آمنة يعني. بالظبط. بشرة خير قدمت المساحة دي، بقت بنية تحتية اجتماعية للفرح، وفرت لغة موحدة وغير سياسية للبهجة الجماعية. أنا فاكر وقتها كنت في تاكسي في القاهرة، والسواق راجل كبير في السن كان مشغلها وبيغني معاها بمنتهى السعادة. في اللحظة دي فهمت إن الأغنية دي تخطت بكتير كونها مجرد عمل فني، دي بقت جزء من نسيج الشارع. تحليل مدهش. ومن المثير للاهتمام هنا هو الجانب الفني التقني. يعني إزاي هو كفنان خليجي قدر يقدم أغنية مصرية خالصة بالشكل ده وتبان طبيعية جداً وصادقة؟ إيه التعديلات اللي عملها في أسلوبه عشان يعبر باللهجة الموسيقية المصرية؟ النقطة دي بتكشف عن ذكائه الموسيقي العميق. الغناء الخليجي ليه خصائصه، في مساحات للارتجال الصوتي والعراب بتكون أكثر مرونة والإيقاعات مركبة. في بشرة خير هو عمل تحول دقيق جداً في طريقة غنائه. زي إيه مثلاً؟ أولاً اعتمد على إيقاع المقسوم المصري الصريح اللي هو 4/4 واضح ومباشر وبيدخل الأذن المصرية بسهولة جداً. ثانياً بسط أو قلل من الزخارف الصوتية في غناء شوية، خلى أداؤه مباشر أكتر عشان يناسب اللحن الشعبي السريع. هو مش بس غنى بلهجة مصرية، هو فكر موسيقياً بطريقة مصرية، وده سر القبول الفوري ليها. وهنا بنشوف بداية مرحلة جديدة في مسيرته، مرحلة التنوع الشديد. فعلاً المصادر بتورينا إنه فتح لنفسه أبواب فنية كتير جداً في نفس الوقت. غنى تترات مسلسلات مهمة زي أهل كايرو وأبو عمر المصري، وأغاني أفلام زي الرهينة. وفي نفس الوقت دخل منطقة الأغاني الدينية والابتهالات زي الله يا الله وربنا يا ولي النعم. بالظبط. للوهلة الأولى ممكن يبان ده تشتت، لكن هل في استراتيجية ورا التنوع ده؟ اللي ممكن يبان تشتت هو في الحقيقة استراتيجية ذكية جدا لتقسيم الجمهور أو الأودينس سيجمنتيشن. هو فهم إن جمهوره مش كتلة واحدة. غناؤه لتترات المسلسلات بيضمن له الوصول اليومي لملايين المشاهدين في بيوتهم كل ليلة في رمضان. ده جمهور الدراما العريض اللي ممكن ما يكونش بيتابع سوق الأغاني أول بأول. والأغاني الدينية بتربطه بجمهور تاني خالص، جمهور بيبحث عن الروحانيات والسكينة. يعني بيوصل لشرايح مختلفة. بالظبط. هو فعلياً بقى بيقدم لكل شريحة في المجتمع المنتج الفني اللي يناسبها، وده بيوسع قاعدته الجماهيرية بشكل أفقي ورأسي. هو مش بيراهن على نجاح نوع واحد من الأغاني، هو بيبني إمبراطورية إعلامية صغيرة خاصة بيه. ومع تغير الزمن الإمبراطورية دي كان لازم تتطور من عصر الكاسيت والألبومات لعصر الديجيتال والسوشيال ميديا. طبعاً دي النقلة الأهم. وهنا الجسمي أثبت إنه مش بس فاهم اللعبة، ده بقى من أهم اللعيبة فيها. بنتكلم عن أرقام خرافية لأغنية زي بالبنط العريض اللي جابت أكتر من 500,000 مشاهدة على اليوتيوب، رقم مش طبيعي. وحتة من قلبي اللي حققت 1,000,000 مشاهدة في أول 24 ساعة. الأرقام دي وراها أكيد تحليل. إيه سر نجاحه الرقمي الساحق ده؟ سر نجاحه الرقمي هو إنه فهم إن الأغنية في عصر السوشيال ميديا ما بقتش مجرد منتج يسمع، دي بقت مادة خام للمحتوى. مادة خام للمحتوى إزاي؟ أغنية زي بالبنط العريض تبدو بسيطة،
لكنها في الحقيقة مهندسة صوتياً عشان تنتشر فيروسياً. اللازمة بتاعتها بالبنط العريض غالي وأقرب من الوريد، قصيرة جداً، سهلة الحفظ، ومثالية لمقاطع تيك توك وإنستجرام اللي مدتها 15 ثانية. فهمت. ثانياً، إيقاعها مبهج وبيشجع على الحركة والرقص، فبقت مادة أساسية لتحديات الرقص. هو نجح بامتياز في التحول من فنان بيعتمد على آليات الإنتاج التقليدية لفنان بيفهم لغة العصر الرقمي وبيصنع أغاني قابلة للمشاركة وجاهزة للترند، وده اللي ضمن له الاستمرارية والتواصل مع الأجيال الجديدة. النجاح ده كله سواء الكلاسيكي أو الرقمي كان لازم يترجم لتكريم وتقدير على أعلى مستوى. حصل على جوائز كتير زي الموريكس دور كأفضل مطرب عربي، وكمان تكريم ملكي في المغرب بالوسام العلوي من درجة قائد. تكريمات مستحقة جدا. لكن في محطة دولية محددة بتلخص المكانة اللي وصل لها، وهي مشاركته كأول فنان عربي في حفل عيد الميلاد السنوي في الفاتيكان. دي مش مجرد حفلة، صح؟ إطلاقاً، دي مش مجرد جوائز أو حفلات، دي لحظات بتعيد تعريف دور الفنان. حصوله على وسام من ملك المغرب بيأكد مكانته كجسر بين المشرق والمغرب العربي، وجائزة الموركس دور بتعكس نجاحه الساحق في بلاد الشام. لكن الفاتيكان ده موضوع تاني خالص. دي لحظة تحول فيها من مطرب لسفير ثقافي أو قوة ناعمة. وجود فنان عربي مسلم بيغني في أهم مناسبة دينية مسيحية في العالم، دي رسالة فنية تتجاوز حدود الموسيقى تماماً. رسالة سلام وتسامح وحوار بين الثقافات، استخدم فيها الفن كأرقى لغة للتواصل الإنساني. اللحظة دي حطته في مكانة مختلفة تماماً عن أي فنان آخر في جيله. ووسط كل النجاحات والأضواء العالمية دي، لفت نظري حرصه على مشاركة جمهوره في لحظة شخصية جداً، وهي إعلان عقد قرانه في ديسمبر 2022. دي كانت لفتة جميلة. تعليقه على تويتر وقتها كان بسيط وعميق: أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة. اللمسة الإنسانية دي بتضيف بعد آخر لشخصيته. بالتأكيد، اللفتة دي بتوضح العلاقة الخاصة اللي بناها مع جمهوره على مدار السنين. هو بيشاركهم في اللحظات المهمة سواء كانت فنية أو شخصية، وده بيقوي الرابط الإنساني بينهم، بيخليه مش مجرد نجم بعيد على بوستر، لكنه بيحسس جمهوره إنه قريب منهم، واحد منهم بيشاركهم أفراحه، وده جزء من سر القبول الواسع اللي بيتمتع بيه. طيب، لو حبينا نجمع كل الخيوط دي في الآخر، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من رحلة حسين الجسمي؟ القصة بتقول إننا قدام فنان بدأ من فرقة محلية صغيرة مع أخواته، وبفضل موهبته وذكائه وقدرته على التطور بقى نجم عربي شامل وسفير للفن الإماراتي والخليجي في العالم كله. الخلاصة النهائية في رأيي هي إن الجسمي نجح في تحقيق أصعب معادلة ممكن فنان عربي يحققها: التبديل الثقافي أو الكولتشرال كود سويتشنج. هو قدر يحافظ على هويته الموسيقية الخليجية الأصيلة، وفي نفس الوقت يقدم أعمال فنية تبدو كأنها من صميم كل ثقافة عربية تانية بيغني ليها، خصوصاً الثقافة المصرية. دي معادلة صعبة جداً. صعبة جداً. هو بقى جسر فني فريد من نوعه، ويربط بين ألوان موسيقية ولهجات مختلفة. نجح أنه يخلي الأغنية الخليجية محبوبة في كل بيت عربي، وفي نفس الوقت يغني المصري بطلاقة وإحساس كأنه ابن البلد. المعادلة دي هي سر تفرده واستمراريته. اللي استعرضناه النهاردة بيشرح لنا إزاي حسين الجسمي بنى نجاحه خطوة بخطوة، لكن يمكن بيفضل فيه سؤال أخير مفتوح للمستمع: إيه هو سر القبول الشخصي ده؟ هل هو بس ذكاء في الاختيارات الفنية، ولا هي الكاريزما الهادية والتواضع الواضح في شخصيته، ولا يمكن في حاجة في طبقة صوته نفسها فيها شجن وفرح في نفس الوقت، بتقدر تتجاوز كل الحدود واللهجات وتوصل لقلوب الناس مباشرة؟ ده سؤال ممكن كل واحد يفكر فيه المرة الجاية وهو بيسمع أغنية من أغانيه. أتمنى أن تكون حلقتنا نالت إعجابكم. إلى اللقاء مع فيديو آخر.